الفيديو ده يعتبر دليلك الشامل والاساسي وكل المعلومات اللي هتحتاج تعرفها عن بناء العضلات، وان شاء الله هلخص لكم الموضوع في 5 خطوات بس. اول نقطه هي الفشل العضلي. الموضوع ده انا نزلت عنه فيديو اثار الجدل جدا، وبجد الموضوع ده مهم جدا ان احنا نتكلم عنه. يعني الموضوع ده بجد مغلوط جدا عند اغلب الناس، وناس كتير تقعد تقول لك اتمرن لحد ما توصل للفشل العضلي، اللي هو تلاقي نفسك مش قادر تجيب ولا عده زياده في المجموعه، وفي ناس تقول لك لا اتمرن عادي جدا وسيب عدات زياده وما توصلش للفشل العضلي. فتلاقي الناس محتاره بين اعمل ده ولا اعمل ده. اول حاجه لو انت راجل لسه مبتدئ وبتبدا تتمرن وكل الكلام ده، سيبك بقى من كل القصه دي، مالكش دعوه بيها. ركز بس ان انت تكون بتتمرن باداء صحيح. سيبك بقى ايه، اركن كل الكلام ده على جنب دلوقتي. ندخل بقى في الموضوع الاساسي، نتمرن للفشل العضلي ولا لا. بص انا هشرح لك كام نقطه وفي الاخر هنجاوب مع بعض الموضوع ده. اول حاجه هي العضله اصلا بتكبر ازاي؟ العضله بتكبر عن طريق ان احنا بنحط عليها ضغط، وده ما يعرف بالفوليوم اوف تريننج، والفوليوم ده بيساوي الوزن اللي انت بتلعب بيه في العدات اللي انت بتلعب بيه. هناخد مثال على تمرينه البنج بريس او تمرينه الصدر بالبار. لو انت هتلعب في التمرينه دي بنظام ان انت توصل للفشل عضلي، اللي هو اخر عده في كل مجموعه انت بتلعبها بتكون بتجيب فيها اخرك، هتلاقي نفسك هتمشي بهذا الريت. فلنفترض ان انت بتقدر تلعب للفشل العضلي بوزن 100 كيلو مثلا 10 عدات، ده اخرك تماما. فهتلاقي نفسك هتمشي بنفس السيستم. لو لعبت 3 مجاميع هتلاقي نفسك في الاخر مثلا اول مجموعه لعبت 100 كيلو في 10 عدات، ثاني مجموعه لعبت 100 كيلو في 8 عدات، ثالث مجموعه لعبت 100 كيلو في 5 عدات بس. يعني في الاخر متوسط العدات 7.5. وده طبيعي جدا ان انت لما بتوصل للفشل العضلي بتلاقي نفسك بين المجاميع والثانيه جوده التمرين بتاعتك بتقل. طب لو انت بقى لعبت بنظام ان انت تسيب عده او عدتين في التانك بتاعك، بالبلدي كده ايه، تقترب من الفشل العضلي ولكن تسيب عده زياده او عدتين، هتلاقي نفسك اول مجموعه لعبت 100 كيلو في 9 عدات، تاني مجموعه مثلا 100 كيلو في 9 عدات، تالت مجموعه لعبت مثلا بوزن ال 100 كيلو في 8 عدات، فتلاقي نفسك متوسط العدات بتاعتك 8.5. فلو هنتكلم بقى كفوليوم على العضله او حمل على العضله، لا ده اللي لعب بنظام ان هو ساب عده او عدتين في التانك، ده كده وصل لضغط اكبر على العضله، فوليوم اكبر على العضله. فبالتالي المستنتج واللي المفروض نعمله ان احنا نقترب من الفشل العضلي مش نوصل له. ولكن للاسف ده انا مش بشوفه خالص. يعني اغلب الناس اللي بتتمرن جرب تشوفهم ليه لا بيسيب لك بالخمس والست عدات زياده في التانك بتاعه، وده طبعا غلط جدا. انت كده الضغط اللي محطوط على العضله ضعيف جدا ان هو يخليك تبني عضلات. فملخص لكل الكلام اللي انا عمال اقوله ده، انت مش بتوصل للفشل العضلي، انت بتقترب من الفشل العضلي. يعني مثلا بتسيب عده او عدتين في التانك بتاعك. وبرده الحق الكلام ده يطبق في التمارين المركبه اكتر ما يطبق في التمارين الفرديه. مثال تمرين زي البنج بريس اللي انا لسه بشرحها، السحب العالي، او بالبلدي كده ايه، التمارين اللي بيشتغل فيها اكتر من مفصل واكتر من عضله، الكلام ده يطبق فيها جدا. انما تمارين خفيفه مثلا فلنفترض انت بتلعب ترايسبس بالحبل مثلا، او بتلعب بايسبس مثلا، دي عضلات صغيره، فبالتالي انا بصراحه شايف مش هتبقى بنفس مدى الضغط بتاع التمارين المركبه. وطبعا النصيحه الاهم، اهتم ان انت تاخد مده كافيه من الراحه بين المجاميع والثانيه، والمده الراحه المناسبه بتكون من دقيقه ل3 دقائق بين كل مجموعه والثانيه. وعشان اجيب لك من الاخر، اهم قاعده في بناء العضلات قاعده اسمها بروجريسيف اوفرلود او زياده الحمل التدريبي. وده عن طريق يا اما انت تزود عدات او تزود وزن او تزود مجاميع، او مثلا ممكن تحسن ادائك، بمعنى مثلا تلاقي نفسك الفورم او الاداء بتاعك في التمرين بيتحسن. وده بصراحه اهم حاجه تقيس فيها تطورك كلاعب طبيعي، ده من اهم العوامل. تاني نقطه، خد احتياجك كامل من البروتين. لو هنتكلم في الحاله المثاليه هقول لك ان انت تاخد 2 جرام بروتين لكل كيلو من وزنك، ولو انت راجل مستواك متقدم شويه ممكن تاخد 2.5 جرام بروتين لكل كيلو من وزنك، ولكن من لين بودي ماس، او معنى صح وزنك من غير الدهون. عشان نسهل الموضوع ده فلنفترض واحد وزنه 100 كيلو ونسبه دهونه 20%، فده معناها ان اللين بودي ماس او وزنه بدون الدهون 80 كيلو، فده بالتالي معناها ان هو محتاج لكل كيلو من ال 80 كيلو دول 2 جرام بروتين. يعني هتلاقي مثلا 80 في 2 يبقى هو محتاج 160 جرام بروتين في اليوم. طب عشان الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها دلوقتي وما بقاش في حد عارف ياخد احتياجه كام من البروتين، فانا هجيب لك ميتا اناليسيز، وده عباره عن بحث مجمع 82 بحث في بعض، وده اتعمل سنه 2022، وملخصه كده من الاخر ان كان اي زياده عن 1.5 جرام بروتين في اليوم لكل كيلو من وزنك ما كانش فيه اي فرق في زياده الكتله العضليه. فاللي اقدر اقوله لك ما تتحججش بالظروف والاسعار، وابدا باللي عندك. حتى مثلا لو هتاخد ان شاء الله 50 جرام بروتين بس في اليوم، ده المتوفر ليك خده احسن من ما فيش. وطبعا ان انت تعمل 80 مثلا في المية من النتائج مش 100% من النتائج احسن من فيش خالص. ثالث نقطه، السعرات الحراريه. بصراحه الموضوع ده فيه كلام كتير جدا، ومن الاخر كده لو انت راجل دلوقتي نسبه دهونك قليله وهدفك تضخيم صرف، ساعتها هقول لك خد سعرات زياده عن سعرات الثبات بتاعتك عشان تساعدك تبني كتله عضليه. وعشان اختصر عليك الموضوع، انت بتضرب وزنك اللي بالكيلو في 2.2 في من 14 ل 16 بناء على نشاطك اليومي. وبما ان انت راجل هدفك التضخيم وانت مثلا
نسبه دهونك قليله او كده، فانصحك روح لرينج ال 16 ده عشان تعرف سعرات الثبات بتاعتك. يعني مثلا لو واحد وزنه 80 كيلو هنضرب ال 80 دول في 2.2 في 16 هتلاقي مثلا يطلع لنا في الاخر 2816 سعره حراريه. دي كده سعرات الثبات بتاعتك، وبتبتدي بقى تزود عليها من 100 لحد 300 سعره حراريه في اليوم عشان تبتدي ايه مرحله التضخيم بتاعتك. والكلام ده بصراحه مش دقيق بنسبه 100%، يعني ما اقدرش اقول لك دي سعرات الثبات بتاعتك بنسبه 100%. الصح تبدا بيهم وتتابع وزنك وتشوف النتائج وتحدد ساعتها. طب بقى لو انت راجل نسبه دهونك عاليه، ساعتها مش هقول لك زود سعراتك عن سعرات الثبات بتاعتك، فانت في المرحله دي بتقلل عادي سعراتك عن سعرات الثبات بتاعتك، سواء بقى انت في مرحله التنشيف بتاعتك او ايا كان، او بتخس وبتحرق دهونك. وعادي جدا تحرق دهون وفي نفس الوقت تبني عضلات، مفيش اي مشكله طالما انت بتاخد احتياجك الكامل من البروتين وفي نفس الوقت بتحقق قاعده بروجريسيف اوفرلود في التمرين بتاعك. فالموضوع مش مرتبط بالسعرات الحراريه بس. رابع نقطه، تتمرن العضله كم مره في الاسبوع. الموضوع ده برغم ان انا اتكلمت فيه كتير وناس كتير جدا اتكلمت عنه والموضوع شبه اتهرس، الا ان حتى يومنا هذا في ناس بتلعب طبيعي وبتتمرن العضله مره واحده بس في الاسبوع. وانا عشان اريحك واخليك كده ايه مطمن نفسيا هجيب لك ميتا اناليسيز، وده عباره عن مئات الابحاث متجمعه في بحث واحد اتعمل سنه 2016. والنتيجه باختصار كانت الناس اللي اتمرنوا العضله اكتر من مره في الاسبوع دول كانوا اكتر ناس بنوا كتله عضليه اكتر من الناس اللي اتمرنوا العضله مره واحده بس في الاسبوع. وفي النقطه دي حد هيجي مثلا يقول لي طب لو انت مثلا بتتمرن العضله اكتر من مره في الاسبوع، سواء بقى انت ايه بتلعب على نظام البوش بول ليج، الابر لور، ايا كان النظام اللي انت ماشي عليه، انت مش بتلحق تعمل استشفاء عضلي كامل للعضله. هقول لك انت بتفكر بشكل غلط، لان فلنفترض عضله زي الصدر لما انت بتيجي تتمرنها في نظام زي البوش بول ليج مش بتلعب فيها نفس كميه المجاميع اللي بتلعبها لو هتلعب عضله الصدر في البرو سبليت، او معنى صح نظام اللي انت بتتمرن فيه كل عضله مره واحده في الاسبوع. فبالتالي عضله زي الصدر في نظام البوش بول ليج هتلاقي نفسك فيها محتاج مده استشفاء اقل من ان انت لو لعبتها في نظام البرو سبليت، فبالتالي كده انت محتاج مده استشفاء اقل. وطبعا لو هتاخدوا رايي الشخصي في نظام تتمرن فيه العضله اكتر من مره في الاسبوع، هرجح لك نظامي المفضل البوش بول ليج. والبوش بول ليج باختصار عباره عن ان انت بتتمرن فيهم في عضلات البوش او عضلات الدفع بمعنى صح، ودي بتكون عباره عن الصدر، الكتف الامامي، الكتف الجانبي، والترايسبس. ويوم تاني بيكون يوم السحب او معنى صح البول، وده بيكون عباره عن عضلات الظهر والبايسبس والكتف الخلفي. واليوم الثالث والاخير بيكون بتلعب فيه عضلات الرجل. وده طبعا نظام حلو جدا لو انت هتقدر مثلا تتمرن 6 ايام في الاسبوع، وحتى ان شاء الله 5 بس، هتقدر تتمرن كل عضله في الجسم مرتين في الاسبوع. خامس نقطه، زياده عدد الوجبات. اي نعم انا كنت عامل فيديو قبل كده كان اثار الجدل جدا في ان انا اتكلمت فيه عن عدد الوجبات وان هي مش بتاثر على الحرق خالص زي ما في ناس كتير بتقول ان لما تزود عدد الوجبات ده بيعلي الحرق عندك، الى ان الموضوع يختلف في بناء العضلات، ولكن مش بيفرق قوي. او انت عايز توصل ل 100% من النتائج هقول لك ساعتها طبق الموضوع ده. فحاول تزود عدد الوجبات بتاعتك، لان انت لما بتزود عدد الوجبات بتاعتك ده بيحافظ على مستوى الانسولين في الدم عندك، وده اصلا هرمون بنائي واحنا محتاجين، فبالتالي هيساعد في بناء العضلات. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا ريت لو اي حد عنده اسئله يقدر يساعد في الكومنتات، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.